السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنتم من الزوار الجدد نتمنى أنه تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في هذا الخبر المحزن، اهتزت ولاية بومرداس مساء اليوم السبت على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها كهل على يد جاره بسلاح ناري. وحسب ما تداولته عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الجريمة وقعت بعد خلاف بين الجاني والمجني عليه. الضحية محمد حملاوي، سائق حافلة خط مرزوقة بودواو، الذي قتل قبل قليل بطلقات سلاح كلاشينكوف، والقاتل جاره حارس بلدي. والسبب تافه حسب السكان، فإن سبب القتل خلاف حول الباركينج أو ما يسمى مكان توقف الحافلة. وحسب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الجريمة وقعت بعد خلاف بين الجاني والضحية محمد حملاوي، يعمل على خط مرزوقة بودواو حول مكان ركن الحافلة، ليتطور إلى توجيه الجاني طلقات نارية للضحية أرادته قتيلا. السلاح المستعمل هو كلاشينكوف، أما القاتل فهو حارس بلدي سابق. وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الأمن المختصة إقليميا من أجل تطويق المكان وفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث. فالنتيجة أن الضحية سيركن جسده في المقبرة، والقاتل سيركن جسده في دهاليز السجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.